الأول قبل ما أبدأ الحلقة أحب أشكر الأستاذة سام مارتين، هي على ما أعتقد بنوتة إن لم أكن مخطئة. الأستاذة سام مارتين 8166 هي كانت صاحبة التعليق الوحيد على البوست اللي سألت فيه تعتقد الحقبة الجاية من الفيديوهات هتكون من أنهي حقبة، وهي جاوبت برضو إجابة صح وهي كانت العشرينات. فميرسي يا أستاذة سام، وتحبي برضو الفيديو الجاي يكون من حقبة ايه. باي باي. الحمد لله كلهم ناموا، اما الحق اجيب التليفون واحكي لكريمة على اللي حصل النهاردة. الو. الو. ايوه يا كريمة، هيكون مين يعني؟ مين بيكلمك كل يوم في الوقت اللي احنا متفقين عليه؟ ايه الذكاء ده؟ هقولك ايه ولا ايه؟ بس هقولك ابسط حاجة، انا في ايدي دلوقتي عدد الاسبوع ده من مجلة المصور. بابا ايه اللي اشتراهولي؟ ده بابا لو لقاها في اوضتي اصلا هيقطع رقبتي. طبعا هاخدها معايا الليسيه بكره عشان اغيظ ماريكا هانم اللي تقعد تقولي بابا بيجيب لي المجله اول باول وانتي باباكي فلاح ومناها عنك. فلاح ايه؟ دي باباها حته موظف درجه سادسه، انا بابايا تاجر قطن قد الدنيا. دول ساكنين في شقه 4 اوض بس. امال جبت المجله ازاي؟ هحكيلك بس ما تضحكيش. ماما يا ستي النهاردة الصبح كانت وقالت لي أحضر نفسي علشان نبارك لبنت كلفدان هانم، علشان هي وضعت بالسلامة بقالها أسبوع، نبارك لها ونشوف المولود ونديها النوط وكده يعني. قلت دي فرصة ان انا البس الفستان الفلابر الدانتيل الاسود بتاعي اللي انا فصلته من وراها. هي مش قعدت تقولي اتعلمي خياطة اتعلمي خياطة، مفيش ست بيت ما بتعرفش الخياطة. امال الخياطين عملناهم ليه يا كريمة؟ فالمهم عملت الفستان ده يا ستي وقلت بس دي فرصتي ان انا البس الفستان ده النهارده. هي طبعا كانت جايبالي فستان تاني من فساتينها القديمة بوسط عالي وكمام طويلة وديكولتيه مقفول، لبسته قدام. بعدين اتحججت ان انا عايزة اعمل حاجة في الأوضة، قلعت الفستان ده ولبست الفستان الفلابر بتاعي وحطيت فوقيه الحبرة واليشمك، وطبعا ماما ما خدتش بالها. اول ما دخلنا البيت كولفتان هانم، ماما راحت صالون الكبار وانا طلعت الامينة بنت استاذة كولفتان، ورحت قلع الحبرة واللي يشمك في أوضة أمينة شوية، وكل الكبار طلعوا عشان يشوفوا أمينة برضو. وما أقولكيش على نظرة عين ماما، يا لهوي، لولا ان احنا في وسط ناس كان زمانها قطمت رقبتي والله العظيم. شوية ودخلت واحدة قارئة قرآن علشان النهاردة الخميس، ومن عادات بيت كولفدان هانم ان هم كل خميس بيجيبوا قارئة قرآن تقرأ في البيت، وانتي عارفة ان جوزها دايما مش بيبقى موجود فبيجيبوا قارئة قرآن. راحت ماما قالت لمدام بولفدان هاتي البلطو الصوف بتاعك والشال الصوف علشان ما هتلبسه. اتاري ماما بتعاقبني بسبب اللي انا عملته، وهم فاتحين الدفاية والدفاية مخلية الأوضة نار رغم ان احنا في فبراير. فضلت مستحملها بتاع نص ساعة وكنت خلاص هفطس، والعرق خلاص خلاني بقى عاملة زي الكتكوت اللي في الشوربة. فقلت استأذن من ماما واعمل نفسي رايحة الحمام وانا عارفة التراس بتاعهم. خرجت من السحابة وخرجت للتراس شوية، فكيت الشال وقلت اشم شوية هوا. شوية وبص يا ستي الاقي على الترابيزة اللي في التراس العدد الجديد من مجلة المصور. قلت بس انا هاخده تحت البلطو ومحدش يعرف عنك، ورحت فاتحة البلطو وشديت الحزام علشان اربط المجلة تحت البلطو حوالين وسط يعني. شوية ولاقيلك مين؟ فاكرة يحيى اخو امينة؟ لمحناه مرة لما كنا بنزورهم انا وانتي، فاكرة؟ مش عايزة اقولك زي القمر، شعره احمر
أول مرة أشوف عينين زرقي بالشكل ده، عينيه بتلمع رغم إن الدنيا ضلمة. المهم أنا كنت خلاص هموت من الكسوف، وشي احمر مش عارفة أعمل إيه. منظري يضحك وأنا لابسة البلطو الصوف والشال واقع من على راسي وتحتيه الفستان الفلابر، وكنت بربط المجلة. تقريبا قلبي حرامية اتسربت لبيتهم. طلع فاكرني على فكرة، طلع برضو ركز في الخمس دقايق اللي شفته فيهم، وقال لي ازيك عاملة ايه، اخبارك ايه يا مها، وكده يعني. المهم قلتله اصل يعني انا كنت عايزة المجلة دي ضروري، علشان في كام موديل كده كنت عايزة اوريهم لماما. بكدب طبعا. راح واخد المجلة مني في لحظة وطبق فيها ورقة، وبعدين ادهاني ومشي، ما قالش كلمة تانية. وانا بقى هقولك هو اداني ايه، بس تحبي اقولك الاول ولا اقرالك المجلة؟ ماشي، هقرالك المجلة الاول. اول صفحة معانا هي حديث الاسبوع، ومن الاخبار المهمة اللي فيها، عشان انا مقدرش اقولك الاخبار كلها يعني هنبات للصبح هنا، ان الملك فؤاد اتبرع الاسبوع اللي فات ب5000 جنيه بحالهم عشان اعمال اصلاح وترميم المسجد الاقصى. وهم كان نفسهم ان باقي الاغنياء في البلد يقتضوا بالموضوع ده علشان ثوابه كبير وكده يعني. لكن للأسف كاتبين ان مش كتير من الأغنياء اتأثروا بالقرار ده واتبرعوا لإصلاح المسجد الأقصى، مع ان بابا والله اتبرع ب2000 جنيه بحالهم. تخيلي. كمان بقى يا كريمة عاملين تقرير مصور كامل عن المسجد الأقصى، زي ما قلتلك ان جلالة الملك فؤاد اتبرع ب5000 جنيه كاملة عشان أعمال الترميم، مصورينه كله يا كريمة، حتى من جوه الصور جميلة قوي. انت عارفة ان بابا قال لي ان المسجد الأقصى ده هو كان أول القبلتين قبل مكة، يعني كان المسلمين بيفرشوا السجادة ويوجهوها ناحية المسجد الأقصى. بابا كان خدنا من سنة القدس عشان نتفسح هناك، ما اقولكيش المكان هناك جميل ازاي، الجو رائع والناس لطيفة، وكمان الأكل هناك يا حاجة هناك اسمها اللبنة بزيت الزيتون، وجربت حاجة اسمها المسخن الفلسطيني، دي كانت بالسماق. مش عايزة اقولك رجعت من هناك تخنينة بتاع 3-4 كيلو. اتمنى في يوم نرجع ونتفسح تاني هناك يا كريم. ان شاء الله لما اقابلك بكرة في الليسيه هوريكي الصور هتعجبك قوي. بصي يا ستي، في الصفحة النسائية اول حاجة اول عنوان كاتبينه باسم مدام كايو، بيقولك ان الست مدام كايو دي كانت مخلصة لجوزها جدا جدا، لدرجة ان في مرة من المرات الاستاذ جوزها ده كان مرشح نفسه لانتخابات مجلس الشيوخ، وكانت هي عايزة تسأل يعني اذا كان هو فاز كده ولا لا يعني. بس هو كان مرشح نفسه في مدينة اسمها مامر، وهم كانوا ساكنين في مدينة اسمها لابل، فساقت العربية بنفسها من لابل لمامر علشان تعرف نتيجة انتخابات جوزها، وهي في الطريق اتقلبت بيها العربية، فودوها لعيادة الدكتور. عيادة الدكتور دي على بعد 25 كيلو من مكان الحادثة. هي بقى كانت متصابة في وشها وفي جسمها، وأول ما صحيت أول حاجة يعني سألت عنها نتيجة الانتخابات بتاعته، فقالوا لها إن الأستاذ المستر كايو انتخب الحمد لله وطلع الأول، فابتسمت فرحانة. المضحك في الأمر بقى بيقولك يا ستي إن مدام كايو دي سنة 1914 ضربت الرصاص على الميسيو كالمت رئيس تحرير جريدة الفيجارو، ده لأنه هو كتب في جوزها مقال وحش. أتمنى يكون جوزها بيستاهل كل التضحيات دي شكلها كانت هتروح فيها عشانه. كمان بصي بقى بيقولك في روسيا حاجة غريبة قوي، بيقولك يا ستي ان هم عملوا في الجيش الاحمر بتاعهم ده كتيبة كاملة من الستات، والكتيبة دي حضرت العرض العسكري لابسة لبس الجنود وماسكين في ايديهم البنادق والسيوف، وعملوا كل الحركات اللي بيعملها الرجالة زيهم زي الرجالة بالظبط، وهيشاركوا في الحرب. العالم بقى مكان غريب جدا يا كمان. كاتبين بقى في صفحة اسمها غرائب العادات عن قبيلة اسمها قبيلة الجمز، باين يا رب اكون بنطقها صح. بصي يا ستي، قبائل الجمز دي عايشين في الحبشة اللي هي بيجي منها نهر النيل، بيقولك ان هم عايشين في حالة توحش وبدائية فظيعة. تعرفي هم اصلا مش بيلبسوا هدوم، بيغطوا جسمهم بجلد الحيوانات، وكمان بيمشوا حافيين، وان هم بياكلوا زي الحيوانات بالظبط.
يصطادوا ويشوها على النار وياكلوها، وان هما يا عيني باقي القبائل بتهجم عليهم لان هما قبيلة فقيرة جدا وما يعرفوش حاجة عن الدين وعباداتهم وثنية والعياذ بالله. وان بعض منهم بيجوا للسودان عشان السودان دولة فيها حكومة وكده يعني. فالسودانيين اشفقوا عليهم بان هما بنوا لهم مدن صغيرة على ضفاف النيل الازرق بين مركزين سنجا والروسيرس، وسكنوا فيها بقى. وكمان سكنوا في حتت في الجبال اسمها مجنو تقريبا والجري، وده خلى ان عيشتهم اترقت شوية عن عيشة الناس الطبيعية يعني. وبيقولك ان هم قبل ما يروحوا السودان دي كانوا بيسكنوا في الشجر، لان عندهم شجر اسمه شجر التبليدي تقريبا، والشجر ده لما بيكبر بيكون محيط الشجرة بتاعته 10 امتار وجذوعه بتكون مجوفة. يعني بيخرموا خرم في الشجرة من الجنب ويدخلوا ويخرجوا فيها كأنه باب يعني. سبحان الله. وغير كده ان هما بيعتمدوا على المقايضة في التجارة ما بينهم. كمان لما يجوا يتجوزوا ما عندهمش نفس عادات المسلمين في الجواز، لا في مهر ولا في طلاق ولا في تعدد زوجات. اللي بيجي يتجوز اهل العروسة ما بيرضوش الا اذا قدم لهم بنت تانية مقابل العروسة بتاعته. سبحان الله يعني، شيء غريب جدا. عارفة بابا فعلا كان مرة قالي انه كان ليه قريب اضطرته ظروف ان هو يسافر الحبشة دي، واستغرب جدا ازاي كأن الزمن وقف عندهم من ايام البدائية. كمان بقى من العادات الغريبة بس المرة دي من هولندا. بيقولك ان الشاب الهولندي في هولندا لما يعوز يخطب بنت مش بيروح لباباها ومامتها، لا بيجيب لها حاجة حلوة. هما كاتبين قرص حلوى بس معرفش يقصدوا بيها ارواح ولا كيك ولا باستا. المهم بيجيب حاجة من دول ويلفها في ورقة، ولما يروح للبيت زي ما قلنا مش بيروح لباباها او مامتها، بيخبط على باب البيت ويخش مطرح ما البنت قاعدة بالظبط ويديها الحاجة ملفوفة ويقعد يستنى. لو هي وافقت بتفك الحلويات وتاكلها، بس هي ما بتعملش كده على طول يعني، ده لازم تتدلل عليه شوية وتقعد تقلب الحلويات في ايدها وتفكها وتبصلها وممكن تحطها وما تاكلهاش. فين وفين لما يبقى خلاص هيقوم من مكانه تقوم واكلها كلها وما تسيبش ولا فتفوتة، وده معناها انها وافقت. اما لو مش موافقة بتردها له يعني على طول وهي ملفوفة. بيقولك بقى في حالة لو وافقت ساعتها باباها بياخد الشاب على جنب ويسأله هو عايش فين وهيعرف يعمل لها شهر عسل ولا لا. بيقولوا ان دي من الحاجات اللي بقت منتشرة هناك، لازم شهر عسل على نهر اسمه نهر الرين، وان هناك العسل بتاعهم مش شهر بس، لا شهر ونص كامل بيقعدوا فيه ما بيروحوش في اي حتة ولا يربوا دعوات ولا عزايم. يا ربنا يوعدنا يا استاذة كريمة. من الأخبار الغريبة اللي مكتوبة كمان حاجة كاتباها الليدي ماكدونالد. هي كاتبة كتبت كتاب عن حياتها مع جوزها لما كان سفير الإنجليز في برلين. بتقولك إن ساعتها كان ولي العهد شاب صغير، وكان دايما يحب يجي عندهم يعني يلعب ورق ويشرب شاي. فكان مجرد ما يخلص شرب الشاي يقعد قدام الجنينة الكبيرة بتاعتهم ويطلب منها إن هي تلعب معاه في ورق. وفي مرة من المرات هي فازت عليه في لعب الورق، وراح قال لها كده وهو وشه جد ومش شكله بيلعب رغم ان المعروف عنه ان هو بيحب الهزار والمرح يعني. قال لها انت عارفة انت فزتي ازاي؟ انت فزتي بالغش. ليدي ماكدونالد ساعتها قالت ان هي اتضايقت قوي من اتهامها من الغش وخرجت عن صوابها وما لقيتش نفسها بترد الا وهي بتضربه على وشه. وساعتها خدت بالها من اللي عملته، هي زوجة سفير وضربت ولي العهد. بس الغريب ان هو قعد يضحك وقال لها كده انت تبقي فزتي صح مش بالغش. وبقت نكتة ما بينهم ان هما كل ما يروحوا مكان لما يشوفها يقول لهم انا اعرف واحدة ست دايما بتغش في لعب الورق. كمان يا ستي كان في شوية صور لمناظر من فيلم بنت النيل بتاع عزيزة أمير. فاكرة الفيلم اللي ماريكا حكت لنا ان هي شافته في سينما كوزمو امريكان مع باباها؟ عارفة انا اللي غاصني ايه؟ ان الفيلم مصري يا ستي وكل اللي عمله مصريين، اللي كتبه محمد عبد القدوس واللي بتمثل عزيزة امير وحسن البارودي، ومع ذلك معظم اللي دخلوا الفيلم من الجالية الاجنبية.
أنا مثلًا لمّا جيت أقول لبابا ما أقولكيش زعق لي وكان هيموتني، كل ده عشان بامبا كشّر كانت من الأبطال اللي في الفيلم، كان عاملة دور والدة عزيزة أمير. قال لي أنا هاخش فيلم أشوف فيه راقصة، مع إن بقى لما سمعت قصة الفيلم وماريكا حكيتها لي قعدت يومين بعيط. القصة جميلة قوي وبتوريكي ازاي ان البنات لما بيكبروا على الجواز من حد مش بيحبوه ممكن ده يؤدي في النهاية لمصير سيء جدا. تعتقد يا كريمة ان في يوم من الأيام هتكون البنت المصرية تقدر تحدد مصيرها وطريقها؟ كمان بقى يا ستي شوفي الإعلان ده، الإعلان ده عن مكنة عجيبة، بيقولك إن المكنة دي يا ستي تقدري تمسكيها بإيدك وتصوري بيها كل اللي انت عايزاه زي شريط السينما بالظبط وتعرضيه في بيتكم من شركة اسمها كودك. لا وكمان ايه، لما بتشتري منهم بتدفعي اشتراك وممكن تاخدي شرايط سينما تعرضيها في البيت. طبعا انا استحالة اقول لبابا الكلام ده، بس بفكر اعرف سعرها كام واقوم احوش من مصروفي واخدها. مش عايزة بقى يا ستي تعرفي ايه الورقة اللي ادهاني يا يحيى؟ وغلب حمارك. بصي يا ستي، بيقولك ان يوم 14 فبراير الجاي في اختراع غريب كده هيجي في القاهرة في شارع عماد الدين وفي محطة ترام هوليوبوليس، اسمه فوتوماتون. عارفة لما بنروح للمصور ويمسك مكنة كبيرة قوي ويصورنا بيها ونقعد نستنى شوية؟ لا، هما بيقولك عندهم حاجة، كشك صغير. الكشك ده انتي بتدخلي وتقفلي على نفسك ستارة وتدوسي على زرار، بعد ما بتدوسي على الزرار ده بتطلعلك 6 صور كاملة ب6 أشكال مختلفة لو عايزة، يعني صورة كده وصورة كده وصورة كده وتطلعلك. اللي لقيته بقى مكتوب فوق على الإعلان بخط خفيف إن يحيى عايزني أتقابل معاه في الكشك اللي هيكون في محطة ترام هوليوبوليس. ايه رأيك يا كريمة، أقابله ولا لأ؟ بفكر يمكن ايه اللي هيحصل يعني، حتى اجرب الاختراع العجيب بدل ما اكون ماشية لوحدي وحد من الشبان يضايقني. استني في صوت، الظاهر بابا صحي. ايوه انت عارفة انه هيقوم عشان السحور، عشان هو بيصوم كل اتنين وخميس وكده يعني. يلا هو اصلا رمضان فاضل عليه كام يوم، كل سنة وانت طيبة وينعاد عليكي الايام بخير وربنا يسعدنا على الصيام.